النهارده مش هتشيل هم البناية والبحث عن أميز المواقع، لأن أنت لو عندك أسرة كبيرة أو عدد أولاد كتير أو لو أنتوا أخين، أنا حليت لك الأزمة ديت وهقدم لك النهارده تاون فيلا في مكان مستقل بذاته داخل أفضل وأميز المواقع في المنصورية. خليكم معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نخش مع حضراتكم في تفاصيل العرض بتاعنا، يا ريت لو انت مش مشترك في القناة شرفنا واشترك في القناة، ولو انت مشترك ما تنساش اللايك الجميل بتاعك. احنا معاكم النهاردة داخل المنصورية، هقدم لكم قطعة أرض 5200 متر مقام عليها 3 بنايات. كل بناية عبارة عن فيلا، إجمالي مساحة المباني 750 متر، تنفع تاون فيلا في مكان كله مستقل بذاته، وتنفع تكون فيلا مستقلة بذاتها. الميزة في المكان ان انت لو عندك أسرة كبيرة او عندك عدد أولاد كتير او لو انتوا أخين، مش هتشيل هم المباني وتدابير ومسائل البناء، لأن الموقع بتاعنا أو المساحة اللي أنا بقدمها لك مقام عليها 3 بنايات. البناية الأولى اللي أمامنا ديت 750 متر، عبارة عن بدروم أول تاني، معذرة بدروم أرضي أول، واللي جنبها نفس التقسيمة ونفس المساحة بتاعة البناية. وعندنا وحدة تانية على اليسار وفي وشهم على طول اللي هي أمامنا 150 متر، استراحة دوبلكس دورين في بدروم وأول. المكان بالكامل 5200 متر محاطين بسور خرساني بالشكل اللي أمامنا ده. هنخش معاكم داخل وحدة من الاتنين علشان نشوف التقسيم جوه شكله ازاي وعامل ايه. ده الشارع الاول قبل ما نخش البناية، ده الشارع اللي هو بين الوحدتين. عندنا المساحة الخلفية دي كلها خلف البناية ضمن المساحة بتاعتنا، وممكن يقام عليها حمام سباحة مشترك يخدم على الوحدتين. طبعا أنا جيت هنا علشان أوريكم الواجهة الخلفية للبناية. طبعا تفاصيل البيع هقولها لكم والسعر كله بالكامل في الفيديو. ده الواجهة الخلفية. احنا كده دخلنا البناية من جوه، طبعا من جوه على الطوب، ولكن تم تأسيس الكهرباء، يعني الكهرباء تم الانتهاء من تأسيسها. هنا دبل ريسبشن، ده سلم طاير، ده الباب اللي امامنا ده سلم على البدروم، وده الباب الرئيسي. وهنا السلم ينزلنا على البدروم. لو انت داخل بالعربية تركن العربية في البيزمنت تحت، هتطلع من السلم ده على البيت على طول. ولو انت جاي من هنا هتخش الباب الرئيسي بتاع الوحدة بتاعتنا. هنا ممكن تكون غرفة نوم، غرفة نوم ماستر بالحمام بتاعها، وده حمام ومطبخ منفصل. ده مطبخ اللي هو الاوفيس الماستر، وده الباب الخلفي بتاعه. احنا هنا في الليفنج عندنا كده على اليمين ده باب
مؤدي إلى 3 غرف بحمام مشترك، وعلى اليسار غرفة نوم ماستر بالدريسنج روم بتاعها بحمام بالخاص بالغرفة. دي غرفة النوم، وهنا المفروض ده الحمام والدريسنج روم بتاع الغرفة. ده تراس في الغرفة، هنا نشوف أوضح. هنطلع برضو فوق معاكم. دخلنا الجناح التاني، دي غرفة نوم. الصف ده زي ما قلت لكم كده فيه 3 غرف نوم بحمام مشترك، هم مقفلين. ده حمام، دي غرفة في الوش، تاني غرفة التراس بتاعها على الحديقة الخلفية. هنطلع معاكم فوق بقى علشان نتكلم معاكم عن الحدود وطريقة البيع والأسعار واللوكيشن. طبعا احنا عندنا البنايتين اهمت ملاصقين لبعض في نص الشارع بينهم، يعني ينفع تكون كل فيلا مستقلة بذاتها، مبانيها 750 متر. تعال نتكلم معاكم عن اللوكيشن. اللوكيشن مميز جدا، احنا خلف داندي مول وكارفور جنب ميدان الصليبة، في منطقة كلها فلل وقصور. اللوكيشن مميز جدا، المكان محترم جدا، في استقلالية. انت بينك وبين الاسفلت السريع المنصورية، طريق المنصورية، طريق الصليبة، داندي مول، بينك وبين الطريق 200 متر بالظبط. ده المبنى الثالث اللي امامنا، ده عبارة عن مبنى دوبلكس 150 متر دورين قابل للتعلية، وعندنا هنا البنايات كلها قابلة للتعلية. لو اتكلمنا عن السعر المطلوب في إجمالي المساحة مقام عليها ال3 وحدات 12 مليون و500 ألف جنيه. السعر ده مشامل المساحة الإجمالية بال3 بنايات. طيب ممكن البيع برضو قابل، إن احنا ممكن نقسم فيلا مستقلة. الفيلا الصغيرة أو الاستراحة الدوبلكسية الصغيرة اللي معانا ديت مستقلة بذاتها. المساحة ال 5200 متر هيتقسموا مساحة أرض على ال3 بنايات، هيبقى سعر الفيلا معانا 5 مليون وربع، يعني هتقسم 5200 متر على ال3 هيطلع لك المساحة اللي انت هتاخدها. لو خدت الفيلا الكبيرة 5 مليون وربع، خدنا الدوبلكسية الصغيرة اللي أمامنا دي عليها تلت المساحة بسعر 3 مليون جنيه. يعني عرض، هو مش عرض واحد، هو كذا عرض في عرض واحد. بالنسبة للأوراق، الأوراق نهائية، الملكية الأوراق هتطلع عليها قبل ما تدفع مليم. المعاينة مجانا. بنبلغكم تحياتنا وتقديرنا، المهتمين يتواصلوا معنا. احنا سفنكس للتسويق العقاري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.